نعم والسلام الرب يسوع المسيح معكم أحبائي. اليوم نكمل دراستنا في سفر التكوين الإصحاح 49. نبدأ بمقدمة بسيطة. يعقوب على وشك الموت ومن ثم يدعو أبنائه معا ليباركهم ويعطيهم التصريحات النبوية المتعلقة بالأجيال القادمة. يعقوب أيضا يعطي توجيهات بشأن دفنه في مغارة المكفيلة، وبعدها يعقوب يموت. قبل أن نبدأ بالشرح الإصحاح والتأمل فيه، نقول أنه هناك الآن 17 سنة قضاها يعقوب في مصر، الآن هو في نهاية هذه السنين ينتقل يعني من هذه الأرض، وهو يعني يدعو أولاده جميعا لكي يعني يخبرهم بعين الإيمان بتاريخ الشعب، تاريخ الشعب لمستقبل بعيد، يعني الأجيال القادمة. وهذا بالضبط كما حدث مع موسى. وهناك طبعا أكو وجهة شبه بين نبيين يعقوب وموسى، كل منهما أنبأ الشعب عن مصيره تاريخيا ويعني وأرضا. لكن طبعا هناك بعض الاختلافات بين النبوتين، النبوة في سفر التكوين هنا في هذا الإصحاح، وفي نبوة في سفر التثنية انت أن الرب في مجيء ندرسها مستقبلا. نرى هنا أنه يعقوب يعني يدعو بنيه كلهم وليباركهم من خلال النبوة، وبإرشاد الروح القدس يقدم لهم أقوال الله وأحكام الله. ونرى أيضا يعني وإحنا نسير معاه نشوف كيف أن روحه في أقصى المعاناة أيضا وهو ينطق بتلك النبوات. فمثلا نراه في ألم عندما يتذكر تصرف راؤوبين، ويتذكر قسوة شمعون ولاوي وانحراف دان، فهذه كلها ذكرى أليمة له. ونشوف يعني هنا في هذا الإصحاح أنه نبوة يعقوب يقدم لنا تاريخ كامل لشعب إسرائيل، أخفق شعب إسرائيل في تاريخه كما في راؤوبين شمعون لاوي. نرى فيهم الفساد والعنف. ونرى في يهوذا أيضا من خلال هذه النبوات هو غرض الله في شعبه بأن يرتبط بالأصل الملكي، وشيلون هو المسيح الذي ستكون الشعوب خاضعة له. نرى أيضا في زبولون ويساكر اختلاط الشعب وخضوعهم للأمم طمعا في الربح والنجاح والتجارة. نرى في دان غدر في يعني في منه كما يعني يقول مفسرين منه يظهر ضد المسيح، حيث يكون الناس يعني في انتظار خلاص الرب. وفي جاد وأشير ونفتالي ويوسف وبنيامين ثمار القوة وقوة هذا الخلاص. يوم يكون الراعي هو صخر إسرائيل، ويفيض نجاح الأمة إلى ما وراء حدودهم. هذه هي تقريبا نظرة مختصرة عن ما سيقوله الآن يعقوب ويراه بعين الإيمان للأجيال القادمة من بنيه. ودعا يعقوب بنيه وقال: اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام، يعني بمعنى تحقيق هذه النبوات ستكون في أوقات بعيدة عن تلك الفترة، وبالتالي للأجيال القادمة وليس لأنفسهم هم، ليس لأفراد العائلة بل لأبنائهم وأحفادهم. هذه الإعلانات النبوية
يعني كانت في شكل شعري، وحتى أنه في كل ترجمة تم الحفاظ عليها إلى أقصى حد ممكن حتى تتناسب وتتماشى مع النص الأصلي. اجتمعوا معا واسمعوا يا بني يعقوب، يعني واصغوا إلى إسرائيل والدكم. قال المفسر الأسقف اسمه نيوتن إن يعقوب قد تلقى نعمة مزدوجة روحية وزمنية، وهو إنه الوعد بأن من نسله سيأتي المسيح، والوعد أيضا بأرض كنعان أرض الميعاد التي يقسمها بين أولاده كما يشاء. لكن الوعد الأول يقتصر على واحد فقط من أبنائه، بالتالي يسند كل جزء في أرض كنعان لابن، ولكنه أيضا يحدد مجيء النسل المبارك من سبط يهوذا. يبدأ براؤوبين. راؤوبين أنت بكري قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائرا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك، حينئذ دنسته على فراشي صعد. يبدأ يعقوب أولا بأولاد ليئة، وبعدها بأولاد الجاريتين، وأخيرا بابني راحيل. وابتدأ براؤوبين البكر باعتباره هو أول نتاج الطبيعة الإنسانية، وقد خسر مكانة الأولوية. يقول له لا تتفضل، فائرا كالماء لا تتفضل، أي لن تكون لك الأفضلية. راؤوبين يقول مثل رفعة الطبيعة، الإنسان يعني طبيعي هو ذرية الله، وكمن هو أيضا على صورة الله. يعقوب يقول عن راؤوبين فائرا كالماء، يعني مندفع لأجل بسبب شهوته، شهواني جدا لا يعرف الاستقرار، وبسبب هذه الشهوة صعد على مضجع أبيه. ويعقوب يصف أيضا كل من هم على شبه راؤوبين، كل اللي هم يكونوا متزعزعين متذبذبين، يكونوا هكذا يتصرفون حسب شهواتهم ومندفعين. نحن طبعا لا ننسى موقف راؤوبين من يوسف، لما كان يوسف في ساعة الخطر، فكان يريد أن ينجي أخاه طبعا، لكنه ما كان جاد ولا كان حازم في تخليص أخاه، يعني كان متذبذب، هذا هو. ولذلك سبط راؤوبين تناقص عددهم في البرية، ولما أتوا إلى الأردن يعني ما حبوا يستمروا يدخلوا إلى أرض كنعان، فأرادوا الاستقرار في هذا الجزء اللي هو في شرق الأردن، ولذلك كانوا هم أول من سباهم الآشوريون، ملك اسمه حزائيل وثغلة فلسر. راؤوبين من الناحية التدبيرية يمثل إسرائيل في فترة الشباب، وواقف على أساس العهد الأول، أي على أساس المسؤولية، وأفسد نفسه فخسر امتياز الفضل أو الأولوية على الآخرين، وبذلك انتقلت البكورية بكل حقوقها إلى الذي يقدر وحده أن يصونها ويدعمها، أي إلى الرب يسوع المسيح. كما نعرف أنه راؤوبين لأنه البكر فله حق الحصول على نصيب 2 من كل ما كان للأب، الكهنوت، السلطة، يعني كهنوت في الأسرة، السلطة في الأسرة، وهكذا كل هذه كانت تعطى أو تنتقل للبكر. لكن لأنه أخطأ فحق البكورية أعطي ليوسف والمملكة أعطيت ليهوذا، والكهنوت أعطي للاوي. الثلاث هاي الأمور أخذت من عنده. البكورية ليوسف
المملكة، المفروض أنه هو يكون له السلطة الكبرى، لكن أعطيت ليهوذا وهو يكون الكهنوت أيضا يسلم له للأسرة، ولكن الكهنوت سلم للاوي. فحق البكورية أعطي لأبناء يوسف الاثنين. وهذا نجده في آية في أخبار الأيام الأول الإصحاح 5 في العدد الأول، يقول: وبنو راؤوبين بكر إسرائيل لأنه هو البكر، ولأجل تدنيس فراش أبيه أعطيت بكوريته لبني يوسف بن إسرائيل فلم ينسب بكرا. الآية واضحة إذن عن أن انتقلت البكورية ليوسف. وأيضا نريد أن نذكر أنه هذا السبط ما كان له شأن رفيع أبدا في إسرائيل، حتى يعني وما كان عددهم كثير أبدا، حتى بمقدار ثلث يهوذا أو يوسف أو دان، حتى ثلثهم. يعني عندما عدهم موسى في البرية كان من بين الأولين الذين أخذوا للسبي هم سبط راؤوبين، وهي مذكورة في أخبار الأيام الأول 5 وعدد 26. فنبه إله إسرائيل روح فول ملك آشور وروح تلغث فلانصر ملك آشور، فسباهم الراؤوبينيين والجاديين ونصف سبط منسى، وأتى بهم إلى حلح وخابور وهارة ونهر جوزان إلى هذا اليوم. فكانوا من ضمن أول أسباط التي تم سبيها. شمعون ولاوي أخوان آلات ظلم سيوفهما. هم طبعا جاء من نفس الوالدين، ولديهم أيضا نفس نوع التصرف، نفس الميول، أفكار جامدة، خداع، حقد، معاملة قاسية. لذلك نشوف أنه يقول سيوفهما أسلحة عنف، أو سيوفهما التي كان ينبغي أن يستخدموها في الدفاع عن يعني أشخاصهما أو حماية شرف أسرهما، لكن استخدماها أساسا في القتل والغدر بالناس الأبرياء العفو. في مجلسهما لا تدخل نفسي، يعني بمجمعهما لا تتحد كرامتي، لأنهما في غضبهما قتلا إنسانا، وفي رضاهما أو يعني إرادتهما الذاتية عرقبا ثورا. ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاس. أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. هنا يتضح لنا القسوة والظلم في هذين الأخوين اللذين أرادا الاحتفاظ بحقوقهما عن طريق قوة الطبيعة. شفنا احنا ما صدر عن راؤوبين، والآن ما صدر عن شمعون ولاوي، وعن المرحلة التي يمثلها هذان السبطان. راح نشوف يعني في ظروف الحال تاريخيا لا نسمع من يعقوب سوى نغمة الأسى كالدرتماني. يعني هنا يلعن التصرف نفسه، ويأبى على نفسه الرضا عن اتحاد مع ولديه، يرفض الأثم ويأبى أو يرفض أن تتحد كرامته معهم. في مجلسهما لا تدخل نفسي، يعني إنه يعقوب هنا يعفي نفسه من أي مشاركة في ذنب شمعون ولاوي في قتل أهل شكيم، فهو لم يعرف شيئا عن اتحادهما معا لتنفيذ هذا المخطط اللي تآمروا فيه على كل أهل شكيم. كلمة لا تدخل نفسي في مجلس سرهما، أو تسمى أيضا لا تتحد كرامتي مع اتحادهما. في غضبهما قتلا إنسانا، يعني أو تترجم أيضا نبيلا أي رجل شريف، وممكن يقصد به شكيم يعني. وفي سرورهما، وهذه أعلى درجة من الخبث والشر، كانا يعني معناته في سرورهما يعني فرحانين سعداء بما فعلوه يعني.
وهكذا كان أيضا شاول الطرسوسي لما كان يرجمون استفانوس كان هو مرتاح لما يفعلوه به أيضا، وكان شاول راضيا يعني بكل سرور بقتله. يقول إنهما قتلا بسرورهما أنهما قتلا أميرا اللي هو حمور أبا شكيم، حتى نعرف أنهم مش فقط قتلوا الأمير وقتلوا الشاب النبي، لكن كل سكان القرية كلها، وأخذوا كل ثروتهم، أخذوا كل الخراف الثيران الحمير، وحتى زوجاتهم وأطفالهم أخذوهم لنفسهم. ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاس، أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل. نشوف في بالنسبة لهذين السبطين في تاريخ إسرائيل في زمن القضاة ولغاية عهد داود، الفترة كلها كانت متسمة بالانقسامات والصراع والظلم، لأن لم يكن هناك ملك ولم يكن هناك رجوع إلى الرب. ومن جهة المستقبل يقول يعقوب أقسمهما في يعقوب وأفرقهما في إسرائيل، وتمت هذه النبوة تاريخيا أيضا عندما قاد يشوع الشعب لكي يمتلكوا الأرض ويقسمها عليهم. لم يعين في التقسيم نصيب لشمعون، لكن نقرأ في يشوع 19:1: وخرجت القرعة الثانية لشمعون لسبط بني شمعون حسب عشائرهم، وكان نصيبهم داخل نصيب بني يهوذا. فيمكن هذا هو السبب في عدم ذكر شمعون في بركة موسى. يعني شوف في بركات موسى ما مذكور سبط شمعون. تلك البركة كانت قاصرة على امتلاك أنصبة في أرض كنعان بقيادة يشوع، لكن طبعا نعمة إلهنا راح تفسح المجال لهذا السبط، ونراه من بين الأسباط المضمونة سلامتهم في رؤيا 7:7، وأيضا نجد مكانهم في الملك الألفي في ملكوت حزقيال في سفر حزقيال 48 عدد 24. تقول الآية 24: على تخم بنيامين من جانب الشرق إلى جانب البحر لشمعون قسم واحد. لاوي هو شريك لشمعون في تلك المؤامرة ضد بلدة شكيم، وصار أيضا شريك في غضب أبيه واستنكاره لعملهم، فتفرق هو أيضا تفرق في إسرائيل، لكن طبعا بطريقة مباركة، فبسبب أنه يعني أيضا نقول افتقدته النعمة أيضا بفضل الموقف الذي وقفه جميع بني لاوي في يوم العجل الذهبي، فوضع كل واحد منهم سيفه على فخذه، ويعني قاتلوا للرب. ولذلك صحيح انه، وهي موجودة في خروج 32، صحيح ان لاوي تقسم وتفرق في اسرائيل، ولكن لكي يحمل مهام الخدمة في الأقداس. سفر عدد 3. ولم يكن له نصيب في تقسيم الأرض لأن الرب نصيبه. يقول: وأما سبط لاوي فلم يعطيه موسى نصيبا، الرب إلى إسرائيل هو نصيبهم كما تكلم. هاي موجودة في يشوع 13:33. وفي العصر الألفي أو الملك الألفي مكانهم أيضا يكون لهم مكان أيضا خاص، مكتوبة في حزقيال 48 عدد 13 و14. وللاويين على موازاة تخم الكهنة 25,000 في الطول و10,000 في العرض، الطول كله 25,000 والعرض 10,000، ولا يبيعون منه ولا يبدلون ولا يصرفون باكورات الأرض لأنها مقدسة للرب. كلمة ملعون غضبهما يعني يقصد أنه قاسي جدا عنيف جدا غضبهم، يعني هاي المعنى.
وهذان السبطان كما قلنا تم فصلهما عن بعضهما البعض، وأيضا تقسيمهما أيضا بين أنفسهما وفقا طبعا لنبوة يعقوب. عدد 8: يهوذا إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. إخوتك يحمدونك، يد الاسم يهوذا أيضا على الحمد. يعقوب ياخذ من معنى اسمه ليظهر أنه هذا السبط راح يكون بارز ومهم جدا، وبقية الأسباط ستحمده، بأنه معناه أنه يجب أن يعترفوا بكرامته وبامتيازاته راح تكون أعلى من امتيازات الآخرين. النبوة هنا تبدأ بالاسم يهوذا اللي قلنا يدل على الثناء والحمد للرب، وهذا الاسم أعطته له والدته ليئة. وبعدين يصف هذا السبط بالطابع الحربي له من خلال التعيين الإلهي، فهو أخذ أول قرعة من أرض الميعاد والتي غزاها. طبعا أول قرعة أخذها هو من أرض الميعاد، وخزاها كالب ابن يفنى التقي والبطل، وهو الذي وضع يده على أعدائه في البداية وطردهم وأخضعهم. هاي موجودة في يشوع 14 و 15. فمهد الطريق لإخضاع الكل تحت قيادة داود فيما بعد، وهي إشارة في هذه إشارة إلى هذه النبوة. فهو يسبح الله ويقول وتعطيني أقفية أعدائي ومبغضية أفنيهم، موجودة هاي في مزمور 18:40. في مراحل مختلفة بالنسبة لقوة هذا السبط كانت تشبه بشبل الأسد الذي ينمو إلى أسد كامل، وبعد ذلك إلى لبوة مرضعة التي تكون أشرس من كل شيء، ولذلك كان الأسد هو رمز ليهوذا. وأيضا ربنا نفسه الآتي من هذا السبط اسمه هو الأسد الخارج من سبط يهوذا في رؤيا 5:5. نذكر أيضا يهوذا في حادث يوسف إنه يعني تبرع إنه أن يقدم أمام أبوه، يعني تبرع أن يقدم ذاته كفالة وضمان لبنيامين. ونذكر أن يعقوب قبل طبعا في تكوين 43 قبل تلك الضمانة وسمح بذهاب بنيامين. إن يعقوب أيضا لمس في يهوذا طابع الثبات والوفاء بالكفالة، وهذا ما برهنت عليه الأحداث. فلما وقف أمام يوسف صرح أيضا وقال ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، واسعد الغلام مع أخوته في تكوين 44. تكوين 44. فهذا يعني هذه السمة هي سمة واضحة لهذا السبط. فحين سقط 10 الأسباط في وثنية يربعام بقي يهوذا وبنيامين ثابتين في عبادة الرب والتمسك به. ولا ننسى أيضا أنه في عهد داود الملك لما قبض يعني سبط يهوذا على صولجان الملك، لما أخذ الملك انتعشت عبادة الرب، وأعاد داود أيضا تابوت العهد إلى أورشليم بفرح وحمد وتسبيح، وبعدها ابنه شيد الهيكل أو مسكنا للتابوت. فيتحدث يعقوب عن يهوذا كأسد، ولذلك ربما من هنا جاء الوصف الخاص بالرب يسوع المسيح الأسد الذي من سبط يهوذا. بعدين يقول يعقوب لا يزول القضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه، أي من ذريته، يعني من ذريته من بين رجليه حتى يأتي شيلون. الأحداث كلها سارت جميعها لكي تتم يعني هذه النبوة بصورة واضحة. هذا السبط ظل محتفظ بتماسكه حتى ولو في السبي، حتى ولو في السبي إلى أن يعني ورجعوا من السبي، وأصدر كما نعرف أغسطس قيصر أن تكتتب كل المسكونة. ففي هذا الوقت اللي كان فيه اليهود كلهم
يعني موجودين في أماكن مختلفة، الإمبراطورية الرومانية، وقد منهم تشتتوا في هذا الوقت. يعني احنا نعرف ذهب أيضا يوسف ومريم إلى موطنهما إلى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته، وهناك ولد المسيح وجاء شيلون أي صانع السلام. فيعقوب يفترض أن مجيء شيلون في مجيئه سيكون كل الشعوب تخضع له. طبعا احنا مؤمني العهد الجديد نعرف الفرق الزمني الكبير بين مجيء شيلون للمرة الأولى وبين طاعة الشعوب له. هناك فرق يكاد يعني أكثر من 2000 سنة. في مجيئه الأول جاء فقط ليموت لأجل الإنسان، لكن في مجيئه الثاني فعلا ستخضع له كل الشعوب. في آية 11 أيضا يقول: رابطا بالكرم جحشه وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه، بدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر، ومبيض الأسنان من اللبن. راح نحاول أن نشرح هاي الآيتين أيضا. ربنا يسوع المسيح دخل إلى أورشليم قبل صلبه، وكان راكب على أتان وعلى جحش ابن أتان، فوجه تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما. وللوقت يعني ذهبا إلى القرية، وقال: تجدان أتانا مربوطا وجحشا معها، فحلاهما وأتيان بهما. ويعني هذا طبعا كان تتميم أيضا لنبوة زكريا: هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان، زكريا 9:9. وهو أيضا تتميم لنبوة شيلو، لأنه في عدد هذا اللي قريناه هلا يقول: رابطا أتانه بالكرمة وجحشه بالجفنة المختارة، عدد هذا 11. في العصور القديمة كان يركب الحمير البيضاء أو الجحش هم أشخاص ذوي الرتب العالية والأمراء والقضاة والأنبياء. كان بني إسرائيل هم رمز للكرمة، ورجال يهوذا هم رمز للجفنة المختارة، كما هي موجودة الآن في هذا النص الأصلي. والرب يسوع المسيح أيضا قال عن نفسه، قال إنه هو الكرمة الحقيقية في يوحنا 15:1. فكل هاي الصور تبين لنا إنه ربنا هو شيلو الذي وعد به، ويدل على مدى الكرامة التي ستكون لملك اليهود، وليست أمرا زمنيا ولكن بالمعنى الروحي كما أعلن هو نفسه لبيلاطس. وهذا كله تمهيد لمجيء الثاني في المجد مرة أخرى لاستعادة الملك لإسرائيل، وهي موجودة في يوحنا 18:36. أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم يهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. يقول الآن، ولكن سيأتي الوقت في المجيء الثاني ويملك الرب على إسرائيل وعلى العالم. أيضا أنه أعداء كنيسة الرب أو أعداء جماعة المؤمنين المسيحيين هناك انتقام للرب من أعدائهم، وهذا يعبر عنه رمزيا في صورة غسل ثيابه في النبيذ وملابسه في دم العنب، وهذا رمز للدماء التي سوف ينتقم منها الرب على كل دماء قديسيه وكل الاضطهادات التي تعرضت لها الكنيسة. هذا يعني تفسير اللي يفسر يعني لهذه الآية في غسل بالخمر لباسه بدم العنب ثوبه، يعني سوف ينتقم لكل دماء قديسيه. أما عدد 12: مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. قوة وحكمة يعني عقيدة شيلو تتمثل من خلال عينيه الحمراء بالخمر وأسنانه البيضاء باللبن.
وهو يدعو العالم إلى تبني الإنجيل، فيقول: أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. هاي موجودة في إشعياء 55:1. أيضا في عيد المظال كان من المعتاد أن اليهود يحضرون ويجلبوا المياه من ينبوع سلوام ويسكبوا على المذبح ويتغنون بكلمات إشعياء في 12:3: فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. والعيد نفسه كان يسمى أيضا أو سنة، أي يخلص أو خلص للرب، يعني كما يقول إشعياء في الإصحاح 8: هذا الشعب رذل مياه شيلو الجارية بسكوت، عن ردة يعني اليهود من إلههم ومن حارسهم عمانوئيل. حتى ربنا في اليوم الأخير من العيد دعا اليهود أن يأتوا إليه بكونه هو الينبوع الحقيقي. وطبعا يقول في أرميا: شعبي عمل شرين تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء. قال الرب في اليوم الأخير من العيد: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. هذه في يوحنا 7:37. الرب يسوع المسيح قارن تعليمه أيضا بالخمر الجديدة التي تتطلب أن توضع في زقاق جديدة مصنوعة من جلود قوية لكي تكون كافية لاحتوائها، في متى 9:17. وأيضا في أكثر من موضع تم تمثيل الإنجيل بأنه باللبن، صح، بأنه اللبن. المبادئ الأولى لأقوال الله بالنسبة للمبتدئين في الإيمان وأنه يسمى باللبن، أما باللحوم فهي للبالغين، والخمر القوية هي للأقوياء في المسيح. موجودة في متى 13:11 وعبراني 5 من عدد 12 إلى 14. ودينا أهم معجزة عملها الرب يسوع المسيح أيضا عندما وهب البصر لرجل في 40 من عمره، كان هو أعمى منذ ولادته، فأرسله يعني وضع طين، بلل الطين ووضعه على عينه، وبعدين طلب منه يغتسل في بركة سلوام، وهي أيضا في النطق اليوناني للكلمة العبرية سلوا يعني شيلو أيضا أي مرسل. أعتقد أعطيت تفاسير يعني وافية عن هذه الآيات الأخيرتين. وكلمة لم أرسل إلا إلى خراب بيت إسرائيل الضالة هي نفسها أيضا تعني شيلو، أيضا تشير أيضا أنه إلى في نبوة يعقوب شيلو وراعي إسرائيل. لم أرسل يعني شيلو، وإلى خراب بيت إسرائيل الضالة اللي هو مين يرعاها؟ الراعي. إذن النبوة هذه أيضا تحققت في الرب يسوع المسيح. قال الرسول بولس أيضا: لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح ورئيس كهنته يسوع المسيح يسوع في عبرانيين 3:1. توضيح يبين تفوق خدمته عن خدمة موسى وكهنوته عن كهنوت هارون في الإصحاحات التالية من نفس الرسالة، من رسالة العبرانيين. وقد تنبأ أيضا داود عن كهنوت الرب بأنه سيكون كهنوت ملوكي على رتبة ملكي صادق، وهذه نقرأ في مزمور 110 العدد 4: أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. وأريد أن أقول: لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه، يعني أنه يهوذا سيستمر كالسبط متميز حتى يجيء المسيح، وهذا حدث فعلا. وبعد مجيء سوف يختلط مع الآخرين بحيث يضيع
كل تمييز بعد ذلك الحين، ولا مشترع من ذريته. يعني قلنا أنه مشترع من بين رجليه، يعني مشترع من بين ذريته يعني. وكل هذه النبوات هي عبارة عن مجموعة متنوعة من تفاصيل دقيقة للغاية متعلقة بالمسيح، ويعني لا تعطي أي نوع من يعني تفاسير أخرى مغايرة نهائيا، بل تؤكد لنا أنها كلها تنطبق على الرب يسوع المسيح. آمين. شكرا لكم. انتقلنا الرب في مجيئه، نكمل الإصحاح والنبوات في المرة القادمة. الرب معكم.